وعمر بن الخطاب كان يؤذي النبي إيذاء عظيم. يقولون أن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهبت في سكة إلا وعمر خلفي، ما يتكلم على الرسول، لكن إذا مشى الرسول بينصح أحد يقول وسع وسع ارجع لا تسمع منه. التفت الرسول قال له يا عمر لقد آذيتني في ليل وفي نهار وأنت تمشي خلفي تمنع الناس عني، اتركني يا عمر أما آن لك. ولا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب عمر. يقول عمر رضي الله عنه عمر شديد لدرجة أنه يقول كان عنده جارية يضربها الليل والنهار لأنها أسلمت، وكان يضربها فتعب. قالت لأتعبك الله وقواني، يعني من شدة ما كان ينهك رضي الله عنه. أول ما وقع الإسلام في قلبه من هذه المرأة تقول إن الله جل وعلا أتعبك وقواني أنا، أنت على قوتك وعلى شدتك وعلى عمر عملاق رضي الله عنه وارضاه وشديد، إلا أن الله جل وعلا ضعفك وقواني. يقول وقع الإسلام في قلبي.